برشلونة بقى داخل علينا داخلة في منتهى الضحك السنة دي وربنا يسترها. تفتكر المنظر اللي انت شفته من برشلونة في اول جولتين ده بيوحي بايه السنة دي؟ اول جولتين تعادل في اول ماتش سلبي، وبعد اول 172 دقيقة من بداية الدوري بيسجل اول هدف عن طريق بدري باسيست حلو من جندوجان، وهدف تاني من توريز. ولكن يعني ما تقنعنيش ان احنا هنكمل الموسم باجنحة الدجاج دي. لو مش مصدقني بص شويه بس كده على جمهور برشلونه على السوشيال ميديا كله، وهتلاقيه كل الناس بتتكلم على ان لامين يامال ده المفروض يلعب طول السيزون. لو انت شايف ان اللاعب اللي عنده 16 سنه ده هو اللي هيشيلك طول السيزون، ده معناه ان انت ما عندكش اي وينجات، لان ببساطه لامين يامال مش ميسي. ميسي نفسه لما كان عنده 17 سنه شارك، وحتى اول سيزون مع ريكارد ما حققش نتائج كتير وما شاركش كتير اساسا. انت محتاج على الاقل جناح سوبر وجناح تاني يكون اقل منه شويه، وفي نفس الوقت محتاج راس حرب احتياطي عشان ليفاندوفسكي اكيد مش هيلعب معاك كل الماتشات طول السيزون.